اكسبريس اف ام تزيد صبري مرحبا بك على اذاعه اكسبريس اف ام في المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون باش يتم تكريمك. اكيد انه تكريمك في بلادك عنده اثر اكبر من انك تتكرم في مهرجان اخر. بالطبيعه اولا فرحانه اللي في تونس اليوم والدوره هذه استضافتها تونس على خاطر تونس اولى اليوم بعد اللي حلت طريق العالم العربي جديد، عالم عربي جديد، اولى اليوم باش هي زاده تستضيف اول دوره لاتحاد الاذاعات العرب بعد الثورات العربيه. ماذا بيا ديما نخدم في تونس ثم يظل بعد شويه الناس تخاف تقول لك هذه بالك شي غاليه برشا ولا هذه بالك شي ما ني با انتريسي، مي صحابي المنتجين والمخرجين التوانسه يعرفوا اللي انا ديما اوفيرت لي بروبوزيسيون اللي يجوني من تونس على خاطر تعلقي بالسينما التونسيه، تعلق طفله لام معناها، وهي اللي عملتني وهي اللي صنعتني وهي اللي نميل لها حتى كمتفرجه. لكن اليوم عندنا مشكله حقيقيه اللي هي الانتاج قاعد يقابل مشكله حقيقيه في تونس وفي مصر زاد نفس الحاجه، لاسباب اقتصاديه ظاهره واضحه ولاسباب زاد مجتمعيه وسياسيه. فما اولويات اخرى اليوم نجم تقول اللي هذا عصر الاعلام وعصر الوثائق، الاشرطه الوثائقيه او توثيق للشارع العربي. بعد نجاح مسلسل عايزه اتجوز، هل باش تولي اكثر توجهات كوميديه في اختيارك لأعمالك؟ بالعكس، عايزه اتجوز هو الاستثناء، هو الاكسبسيون. بعد عايزه اتجوز رجعت للريجستر بتاعي، عملت فيرتيغو عملناه في البان اللي هو كتاب زاده، ما كتاب مختلف تماما، كتاب نجم تقول ثريلر سياسي. دونك الكوميديا سي ليكسبسيون سي با لا ريغل. اي ما تخممش انك تكمل في الكوميديا؟ ماذا بيا انا عجبتني ولقيت روحي فيها وحبيت الريجستر كوميك، وبالعكس فيه اثبات للقدرات الممثل يمكن اكثر من التراجيدي واكثر من لي زوتر ريجستر دراماتيك. دونك ماذا بيا ميساج للمستمعين اكسبريس اف ام. نسمعكم في مصر، ديما نسمع اكسبريس اف ام. قلت لكم كل عام وانتم حيين بخير. سي اون راديو تري سيريوز، تعجبني فيها بوكو ديميسيون تري سيريوز اللي قاعد رغم الغربه نفهم برشا حاجات قاعدين يصيروا في تونس. دونك ميرسي اي بون كونتينياسيون، كل عام وانتم حيين بخير، بون اني.